مجلس إدارة الأهلي يقرر صرف مكافأة مالية بقيمة 250 ألف جنيه لكل لاعب بعد تتويج الفريق بالبرونزية في المونديال. مارسيل كولر يدرس جديا إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق في مواجهة سيراميكا بسبب الإجهاد. أيمن الرمادي يحذر محمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا كليوباترا من ترك المساحات لبيرسي تاو خوفا من قدرة اللاعب الجنوب أفريقي على تشكيل إزعاج للفريق من هذه الجبهة غدا. الأهلي يتدرب على استغلال الكرات العرضية بشكل جيد في المران اليوم كونها أبرز نقاط ضعف الفريق المنافس. عدم اكتمال الجاهزية البدنية لأحمد القندوسي يهدد مشاركة اللاعب الجزائري في مواجهة سيراميكا والأهلي غدا. لجنة المسابقات باتحاد الكرة تؤكد أن مباريات السوبر لو انتهت بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفائز باستثناء المباراة النهائية فقط والتي سيتم اللجوء فيها للأشواط الإضافية أولا حال التعادل. الشناوي ولاعبي الأهلي يدخلون في نوبة ضحك هستيرية في فندق إقامة الفريق بالإمارات بسبب الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للشناوي والحكمة الأمريكية التي أدارت مباراة الفريق أمام أوراوا الياباني. لجنة المسابقات: كان من الصعب تأجيل موعد مباريات السوبر المصري والاستجابة لمطالب الأهلي خاصة أنها محددة منذ شهرين، ومن الصعب أيضا إيجاد موعد بديل لكثرة ارتباطات الفريق الأحمر، كما أن مجلس أبو ظبي الرياضي لديه ارتباطات أخرى. سنحاول إنهاء الدوري الممتاز في موعده بنهاية شهر يوليو القادم. الجدول كان يشمل مباراة للأهلي عقب بطولة السوبر، لكن فيتوريا وجد أن الأهلي خاض عدد كبير من المباريات وطلب إراحة الفريق في ظل ارتباط المنتخب الوطني بمباراة ودية 7 يناير القادم. وبناء على رغبة فيتوريا قررت رابطة الأندية تأجيل ال4 مباريات للأندية المشاركة في السوبر المصري، وسنحدد موعد مباراة القمة الجديدة عند تحديد مواعيد هذه المباريات المؤجلة في وقت لاحق. قلنا من البداية أن بطولة الدوري الإفريقي سيكون بها أضرار فنية للأندية التي ستشارك وللدوريات التي يلعبون بها، ولنفس السبب تعترض روابط الدوريات الكبرى على فكرة دوري السوبر الأوروبي. في الخارج ربما يعترضون لأن الدوريات تجلب لهم عوائد مالية كبيرة، لكن في أفريقيا الأمر مختلف، والأندية لا تعترض لأنها تكون في حاجة لأموال إضافية لتغطية الاحتياجات، ولذلك حدث أضرار للأندية التي شاركت في الدوري الإفريقي. الأهلي قد يكون دارس للملف بشكل جيد ويدرك الأضرار فيرفض المشاركة، ولكن إذا جاء الرفض من جانبنا الأندية ستطالبنا بتعويض عن عدم المشاركة في البطولة وقتها، أو ربما يطالبون ببطولة جديدة بدلا منها. قرعة الدور ال 32 من كأس مصر ستكون مثل المرات السابقة، بطل الدوري في اتجاه وبطل الكاس في الاتجاه الآخر، والأمر نفسه بالنسبة لوصيف الدوري ووصيف الكاس، وحالة تكرار يتم أخذ الرباعي المشارك قاريا، وذلك لا يعتبر توجيه للقرعة ولكن تصنيف. كولر يعقد محاضرة مطولة بالفيديو مع لاعبي الأهلي في معسكر الفريق بالإمارات لشرح نقاط القوة والضعف في سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الغد وتحفيظ كل لاعب مهامه في المواجهة. كولر يحذر لاعبي الأهلي من خطورة سيراميكا كليوباترا في الهجمات المرتدة قبل مواجهة الغد، ويؤكد على ضرورة تعطيل اللعب فور افتقاد الكرة أو الضغط العكسي واسترجاع الكرة بشكل سريع. في ضربة موجعة جديدة للزمالك: خبير لوائح يصدم الزمالك ويؤكد أن المحكمة الرياضية الدولية لن تحدد جلسة استماع جديدة في قضية كهربا قبل شهر مايو المقبل لأن هناك جلسات كثيرة منظورة، ولكي يصدر قرار بخصوص هذه القضية فلن يكون قبل نهاية الموسم على الأقل. ويؤكد أن محامي اللاعب يكسب وقت مثلما كسب الزمالك وقت في قضية خالد بوطيب، وذلك حتى يستطيع النادي البرتغالي أفش تحسين وضعه ليدخل مع اللاعب في المساهمة التضامنية بالغرامة، وأن لاعب الأهلي سيستمر في اللعب لنهاية الموسم على الأقل دون أي عائق، وبعد صدور القرار سننتظر 60 يوم مهلة للاعب لدفع الغرامة، وأن اللاعب يمكنه الذهاب خلال فترة ال60 يوم للمحكمة الفيدرالية السويسرية مجددا ودفع حوالي 40,000 فرنك سويسري وكسب وقت جديد يتراوح من 4 شهور لسنة أخرى. ويؤكد أن الزمالك لا يمكنه اللجوء للمحاكم المدنية إلا عندما يعتزل كهربا، مع التأكيد أيضا أنه لو قرر اللاعب الاعتزال خلال السنة وانتقل للعمل بمجال التدريب فلن يستطيع فعل معه أي شيء، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيوقف اللاعب عن مزاولة التدريب حتى يدفع الغرامة المستحقة، ولن يستطيع الزمالك اللجوء للقضاء المدني وقتها إلا في حالة انتهاء صفة اللاعب الرياضية تماما. اتحاد جدة يخسر مجددا في الدوري السعودي أمام الرائد ليصبح مستقبل مدربه الجديد في مهب الريح،
مصدر مسؤول بالأهلي يؤكد أن تصريحات محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي عن المهاجم تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأن النادي ينوي بلا شك التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقد لا يتم الاكتفاء بمهاجم أجنبي فقط، بل سيكون هناك مهاجم محلي أيضا، بعدما تسببت تصريحاته في غليان جماهيري كبير. الكابتن محمود الخطيب يطالب الدكتور محمد شوقي بعدم التحدث في أمور خاصة بكرة القدم في أي حوارات يجريها على التلفاز. محمد الضو كريستو يبدأ فقرات الجري بالكرة في الأهلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية. لويس ميكيسوني يسجل غياب عن قائمة موزمبيق التي تستعد لخوض مواجهات أفريقيا في مجموعة منتخبنا الوطني. محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. جماهير الأهلي حزينة بسبب عدم الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، والنادي هو من صنع تلك الحالة لكونه لا يقف على فوز أو بطولة ويفكر في الأفضل دائما. النادي الأهلي يمتلك الطموح والروح دائما، والجماهير تريد الفوز بجميع البطولات وتركز فقط في الانتصار، ومع أي تعادل في الدوري تردد أن إدارة النادي الأهلي غير جيدة، وهذه النقطة تعبتنا. نطالب الجماهير بالهدوء وانتظار النتائج وأن تعطينا فرصة للعمل. فرحة مارسيل كولر الكبيرة مع اللاعبين نتيجة الضغوط، ونرجو من المحبين الهدوء وانتظار النتائج. الأهلي خاض أول أمس مباراة صعبة جدا، واليوم هناك تمرين وحيد ثم سنلعب غدا في السوبر. كنا نتمنى من الإخوة المنظمين التفكير بعقلانية قليلا وبعدل. كيف لا تساعد فريق يسعى لإنجاز سيحسب لمصر أيضا، بل نضغط عليه ليخوض مباراة في كأس السوبر سريعا. فهل كان الكل يعتقد أن الأهلي لن يصل للقاء المركز الثالث والرابع؟ الأهلي هو سر سعادة الكرة المصرية، فلماذا يتم الضغط عليه بهذا الشكل؟ كنا نطالب بتأجيل المباراة ليوم واحد فقط. من يطلب التعاقد مع مهاجم لا يعلم كيف يدار النادي، وأعتقد لن يكون هذا رأيه إذا جلس في الغرف المغلقة داخل النادي الأهلي ورأى أن النادي مطالب بسداد $1,400,000 شهريا من عقود لاعبين ومدربين. الجماهير عمال الوحيد المهاجم، ولا يعرفون أن علينا تدبير متطلبات النادي. ولو تعاقدنا مع مهاجم وحصل إخفاق في أي لعبة، البعض سيقول أننا لسنا مهتمين بألعاب الصالات. الإدارة واعية جدا في توظيف ما يتوفر لها من العملة الصعبة، ونتمنى أن يكون هناك مهاجم، لكن على الجماهير أن تراعي ظروفنا. روي فيتوريا. بالنسبة لمعايير اختيار قائمة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، فستكون الكفاءة الفنية، وأن يكون اللاعب يحب منتخب مصر، لأنه في بعض الأحيان لن يشارك، وعندها يجب أن يتقبل الأمر ويدعم باقي زملائه، وأن يكون لديه شخصية مميزة تتأقلم مع باقي اللاعبين. سنلعب لمدة شهر في أفريقيا في مستوى تنافسي عالي، وبالتأكيد ليس كل اللاعبين سيشاركون، ويجب أن يكون هدف اللاعب أن يحب المنتخب ويحب أن يقدم شيء لمنتخب بلاده أكثر من نفسه. لكي ينضم لاعب يشارك في أفريقيا يجب أن يكون قادر على العمل في جو أسري ويتكيف مع روح الفريق. وفيما يخص استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد من المعسكر الأخير، فرأيت أن رد فعل الثلاثي ليس مناسب مع اللاعب المصري، والذي أحترمه على اتصال جيد به، ولكن عندما أرى التعرض لهذا الاحترام بشكل أو آخر لابد من اتخاذ القرار المناسب. بالنسبة لي هناك أشياء حاسمة يجب أن لا يتم المساس بها، وكل اللاعبين لديهم فرصة للاستدعاء للمنتخب في أفريقيا في المعسكر القادم. من سيكشف عن أسماء قائمة المنتخب أفريقيا قبل صدورها بساعتين فهو غير صحيح، لأن المسؤول الأول عن إصدار القائمة هو أنا. لدي ثقة كبيرة في المنتخب، ونمتلك مجموعة من اللاعبين علاقتهم الجماعية قوية، وهذا أمر مهم جدا، وسنذهب إلى أفريقيا بثقة قوية وهدف محدد وفكر إيجابي، وهي بالنسبة لنا 7 مباريات كلها نهائية، ولن نفكر في النهائي السابع إلا قبل أن نفكر في النهائي الأول. القيود التي تضعها الأندية المصرية على احتراف المواهب هو أهم ما يعيب الكرة المصرية. لو قارنت مصر ببعض الدول مثل نيجيريا والسنغال وغانا وغيرها من الدول، ستجد أن هناك حرية في احتراف اللاعبين هناك، لكن في مصر لا يوجد ذلك. أحتاج سنوات عديدة حتى أتمكن من تطبيق فلسفتي، لأن الأجواء لا تساعدني، وبعض الأندية تمنع لاعبيها من الخروج للاحتراف واكتساب الخبرات. احتراف اللاعب في سن مبكر يساعد في تطور تفكير اللاعب وتنمية قدرته الذهنية. إذا كانت مصر لا تستطيع السماح للاعبيها بالاحتراف، فلابد أن نركز على زاوية أخرى، وهي تطوير المسابقات المحلية لصقل خبرات وقدرات اللاعبين. بخلاف الملاعب وسفر اللاعبين للاحتراف وإعداد المدربين، لابد أن نفكر في المستقبل وكيف سنكون خلال 5 سنوات أو 10 سنوات بعد اعتزال صلاح والنني وحجازي، وماذا نفعل الآن مع اللاعبين في أعمار 16 و17 و18 عام.
سيكون عمرهم بعد 10 سنوات 29 سنة مثلا. نحن ننظر للاعبين وهم بعمر 24 سنة أنهم صغار. يجب إعداد المدربين والناشئين وتنظيم المنافسات وكذلك الملاعب، وهذا ما يساعد اللاعب على التطور. الأفكار التي كانت لدي منذ وصولي وأطمح في تطبيقها مثل تطوير كرة القدم المحلية وتطوير المنتخب وهذه الماكينة يجب أن تعمل لسنوات عديدة. لو تسألني هل الأمور تتم بالنحو الذي كنت أريده فالإجابة لا، لأن كرة القدم المصرية تحتاج إلى وقت واجتماعات ونقاشات عديدة. يجب أن نناقش مواضيع كثيرة من أجل تطوير كرة القدم، وأرى أن مستقبل مصر الكروي يجب أن يتم التفكير فيه بشكل جيد جدا، وإذا لم يحدث ذلك سيبقى الوضع كما هو عليه. يجب أن نضع ضمانات للمدربين من أجل الدفع بلاعبين صغار لنجد في المستقبل لاعبين جيدين، ويجب ألا نفكر في الوقت الحالي والنظر للمستقبل، واللاعبين يحتاجون لمنافسات على مستوى عالي، وهذا هو الواقع. في كأس العالم صلاح سيكون في عمر 35، ويجب من الآن أن نخلق لاعبين جدد ينافسون في مستوى عالي.